كان لي صديق اسمه عاصم، أصيب بالإجهاد ذات يوم فذهب إلى المستشفى، وما أن أجرى بعض التحاليل والفحوصات حتى علم أنه مصاب بسرطان الدم بنسبة خطيرة جدا. ولسوء حظه واجهه طبيب فظ فقال له ولأمه: يجب أن تحجز في المستشفى، المرض متمكن منك، لا أتوقع أن تستمر في الحياة لأكثر من شهرين. نزل الخبر كالصاعقة على عاصم وأمه حتى أنه استسلم للموت تماما. وما هي إلا ساعات حتى علمنا بالخبر والتففنا حوله، فذكرناه بالله تعالى وبرحمته، وبأن الذي يحدد مصيرك وحياتك ومماتك هو الله وحده لا شريك له، فهدأ قليلا واستعاد وعيه. وبعد أيام انتقل ذاك الطبيب وجاءت مناوبة طبيب آخر، فلما دخل عليه قال: ما لي أراك حزينا خائفا؟ هذا مرض مثل أي مرض، سنتبع خطة علاج لمدة 6 أشهر حتى يتم الله عليك الشفاء، ثم تخرج من المستشفى وتعود لحياتك الطبيعية كما حدث مع الكثيرين قبلك ممن تعافوا من هذا المرض. فقال عاصم: أو تعافى أحد من هذا المرض من قبل؟ فقال الطبيب: طبعا كثيرون، وإن شئت عرفتك بهم. لا تتخيلوا كم كان لهذه الكلمات الرائعة من أثر بالغ على نفسية عاصم واستجابته للعلاج. وبالفعل لم تمض أكثر من 5 أشهر حتى شفي عاصم بعدما أجريت له عملية زرع للنخاع، وخرج من المستشفى وها هو ذا يعيش حياة طبيعية مع زوجته وأبنائه. سبحان الله، كم كانت لهذه الكلمات الطيبة من هذا الطبيب الرائع من آثار عظيمة في نفسية عاصم وشفائه بفضل الله تعالى. تذكرت حينها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله.